أرض المغرب ليست للبيع، وسيظل التاريخ شاهداً بين التاريخ والهجرة والرياضة. إذن مرحباً بعشاق الرياضة. قبل أيام قليلة شهدت مدينة سبتة المحتلة أكبر موجة عبور جماعي في تاريخها، حيث حاول نحو 60,000 مهاجر الوصول سباحة أو سيراً على الأقدام إلى الثغر المغربي المحتل، ولقي أكثر من 57 شخصاً حتفهم غرقاً أو سحقاً أثناء محاولتهم تسلق الحواجز. وبينما كان العالم يشاهد هذه المأساة الإنسانية، انبر البعض ومنهم بعض الجزائريين لإطلاق اتهاماتهم المعتادة بأن المغاربة باعوا سبسة ومليلية بدراجة نارية. دعونا نضع الأمور في نصابها الصحيح ونكشف التناقضات التاريخية والصمت المريب لمن يرموننا بالعار، بينما تتحدث أرقام التاريخ والتضاريس والرياضة عن حقيقة مختلفة تماما. أولا، سبتة ومليليا احتلال يعود لقرون قبل الدراجة النارية. يقول بعض الجيران بجهل أو تعمد المغاربة باعوا سبتة ومليليا، والتاريخ يجيبهم بوضوح. سبتة سقطت عام 1415 ميلادية على يد البرتغاليين بقيادة الملك جواو الأول، قبل أن تنتقل إلى إسبانيا عام 1668. مليليا احتلتها الإسبان عام 1497 في عهد ضعف الدولة الوطاسية. أين كانت الجزائر في هذه الفترة؟ أي أن احتلال هاتين المدينتين المغربيتين تم قبل اختراع الدراجة النارية بأكثر من 400 سنة. أول دراجة نارية اخترعت في أواخر القرن 19، فكيف يبيع المغاربة شيئا لم يكونوا يملكونه وقت احتلاله؟ الاحتلال كان غزوا عسكريا وليس صفقة تجارية، بدأ في زمن لم يكن فيه أحد يتحدث عن الدراجات النارية من قريب أو بعيد. فمن يردد هذه الادعاءات السخيفة إنما يثبت جهله التاريخي أو يتعمد التلاعب بالحقائق لتغطية عورات تاريخية لا يريد أحد تذكيره بها. ولتوضيح الفروق الزمنية الهائلة بين الأحداث التاريخية وظهور أول دراجة هوائية، إليكم التفاصيل. التسلسل الزمني الدقيق. احتلال البرتغال لسبتة حدث في 21 أغسطس سنة 1415 ميلادية، واحتلال إسبانيا لمليليا حدث في 17 سبتمبر 1497 ميلادية. وتنازل البرتغال عن سبتة لإسبانيا تم رسميا بموجب معاهدة لشبونة عام 1668 ميلادية. اختراع أول دراجة هوائية على يد الألماني كارل فون درايس عام 1817. نتحول إلى الفروق الزمنية. الفرق بين احتلال سبتة وأول دراجة هو 1817 ناقص 1415 يساوي 402، يعني 4 قرون. الفرق بين احتلال مليليا وأول دراجة نارية هوائية 1817 ناقص 1497 تساوي 320 سنة، بمعنى 3 قرون و20 سنة. الفرق بين تنازل البرتغال عن سبتة سنة 1868 كما قلنا وأول دراجة سنة 1817، يعني 1817 ناقص 1668 يعطي قرن ونصف، 149 سنة تحديدا. هذه الأرقام تظهر أن كل هذه الأحداث وقعت قبل اختراع الدراجة الهوائية بفترة،
تتراوح بين قرن ونصف إلى 4 قرون، مما يجعل أي مزاعم عن بيع هذه المدن بدراجة فهو مجرد سخرية تاريخية لا أساس لها من الصحة، وتخلط بين حقب زمنية متباعدة جدا. ثانيا، وأين كانت الجزائر من الاحتلال الإسباني؟ المثير للسخرية أن من يهاجمون المغرب اليوم هم أنفسهم الذين تخلى أجدادهم عن أراضيهم لإسبانيا دون قتال. احتل الإسبان موانئ وسواحل جزائرية عدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لم تقف الجزائر في وجه الإسبان الذين احتلوا سبسة ومليليا منذ 1415 و 1497، بل كانت تلك الثغور مغربية خالصة وسقطت في أيدي البرتغاليين ثم الإسبان في وقت كانت فيه الدولة المغربية في أضعف حالاتها. بينما كان المغاربة يخوضون معارك ضارية لاستعادة أراضيهم كمعركة وادي المخازن سنة 1578 التي هزم فيها المغاربة البرتغاليين وقتلوا ملكهم. كانت الجزائر تحت حكم عثماني بعيد، ثم سقطت بسرعة قياسية بيد الفرنسيين عام 1830. جزيرة كابريرا مثلا، والتي تطالب بها الجزائر اليوم وتعتبرها أرضا جزائرية، لا تزال تحت السيادة الإسبانية. فكيف تتهموننا ونحن نقاتل منذ قرون لاستعادة أرضنا وأنتم تتركون جزركم تحت الاحتلال الإسباني إلى اليوم؟ ثالثا، من باع الجزائر حقا؟ قصة القميص التركي. إن كنتم تريدون الحديث عن البيع الحقيقي في التاريخ فلنتحدث عن الجزائر ذاتها. ففي عام 1830 باعت الإمبراطورية العثمانية ولاية الجزائر لفرنسا. أقول ولاية الجزائر لفرنسا، وقد اعترف بذلك نائب تركي مؤخرا عندما قال: لقد أيقنت اليوم بأن الإمبراطورية العثمانية ارتكبت خطأ عندما باعت ولاية الجزائر لفرنسا. وبقيت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي 132 سنة كاملة، والأدهى أن تركيا صوتت ضد استقلال الجزائر في الأمم المتحدة بعد أن باعتها لفرنسا. فإذا كان المغاربة باعوا سبسة ومليليا زعما، فماذا نقول عن دولة باعت بلدا بأكمله لفرنسا؟ بل إن بعض المصادر تشير إلى أن الصفقة تمت بقميص فقط أو بحفنة قمح. فأي صفقة أشنع؟ أي تاريخ أكثر فضيحة؟ رابعا، الهجرة الأخيرة إلى سبسة، هل هذه تجارة؟ في يوليوز 2026 تدفق نحو 60,000 مغربي باتجاه سبسة، فهل يعقل أن يكون هؤلاء المهاجرين الذين خاطروا بحياتهم وغرق منهم العشرات مجرد بضاعة باعها المغرب؟ لا، أم أنهم ضحايا وضع استثنائي يعكس يأسا وإحباطا؟ الأكيد أن إسبانيا وصفت ما حدث بأنه هجوم وتعهدت بإعادة المهاجرين، بينما ظل المغرب صامتا رسميا واكتفى بمباحثات مع الجانب الإسباني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألم تكن الجزائر هي التي استقبلت مؤخرا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في زيارة رسمية؟ ألم تطلب إسبانيا من الجزائر اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل عمليات إعادة المهاجرين؟ فمن يتعاون مع إسبانيا اليوم؟ ومن يسهل لها تمرير أجنداتها؟ أيها الجيران، انظروا إلى المرآة قبل أن ترمونا بالاتهامات. خامسا، كأس العالم 2030، إسبانيا تريد إبعاد المغرب. وهنا يأتي الملف الرياضي الأهم الذي يفضح النوايا الإسبانية ويظهر أن المغرب ليس مجرد شريك ضعيف في هذه المعادلة.
من المقرر أن تستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030 معا، لكن إسبانيا تنوي إبعاد المغرب عن استضافة المباراة النهائية، وتريد تقديم ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ليكون المستضيف الوحيد للنهائي. بل إن بعض الأصوات الغربية طالبت بإبعاد المغرب كليا من تنظيم البطولة بحجة أزمة الهجرة. وهذا يذكرنا بما يحدث دائما: يستغل المغرب وقت الحاجة ويهمش وقت التوزيع. فالمغرب شريك في التنظيم، لكن إسبانيا تريد الاستئثار بالأضواء والمكاسب، وهذا ليس جديدا. فإسبانيا منذ قرون تتعامل مع المغرب بازدواجية، تحتاج إليه جارا وشريكا، لكنها لا تعترف بحقوقه التاريخية في سبتة ومليليا. وماذا عن الجزائر في كل هذا؟ بعض المصادر تشير إلى أن الرئيس الجزائري احتفى بتتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 خلال استقباله سانشيز. فهل هذا هو موقف الجار الشقيق؟ أنتم تهنئون إسبانيا وتستقبلون قادتها، بينما نحن نقاتل في المحافل الدولية لاستعادة أرضنا. التاريخ لا يباع ولا يشترى. سبتة ومليليا مغربيتان منذ قرون، احتلتهما القوى الأوروبية في زمن ضعف المغرب، وليس لأن المغاربة تباعوهما كما يزعم البعض جهلا أو تعمدا. الجزائر لا يحق لها أن ترمي هذا الاتهام، فتاريخها حافل بالتنازلات والصفقات المشبوهة، من بيع العثمانيين لها لفرنسا، إلى ترددها في استعادة جزرها من إسبانيا، إلى استقبالها لقادة إسبانيا وتهنئتها بإنجازاتها الرياضية، بينما تتهمنا نحن بالتقاعس. وفي الميدان الرياضي، المغرب يثبت يوما بعد يوم أنه قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها. ملاعب عملاقة، جماهير غفيرة، وإرادة لا تلين. فمن يريد إبعادنا عن نهائي كأس العالم 2030 نقول له: لن ترضخ إرادتنا، ولن نسكت عن حقوقنا، سواء في كرة القدم أو في ترابنا الوطني. أرض المغرب ليست للبيع، ولا التاريخ يشترى بالدراجات الهوائية، ولا يباع بالأقوال الفارغة. وسيظل المغرب رغم كل التحديات متمسكا بثغوره المحتلة، متطلعا إلى يوم تعود فيه سبتة ومليليا إلى حضن الوطن، مهما طال الزمن أم قصر. عاش الملك، وعاشت المملكة المغربية الشريفة، وستبقى سبتة ومليليا مغربيتين إلى الأبد. ودائما الله، الوطن، الملك. إلى اللقاء.